التقلبات الجوية تتسبب في وقوع ضحايا في أقل من 24 ساعة. أسفرت التقلبات الجوية ونزول الأمطار في عدة مناطق من البلاد عن وفاة 4 أشخاص في أقل من 24 ساعة، آخرها وفاة شابة في العقد الثاني من العمر جرفتها مياه واد بمعتمدية جعفور من ولاية سليانة عند محاولتها قطعه. الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة وصف في تصريح لإذاعة ديوان FM المحلية حصيلة الوفيات بالثقيلة، وأشار إلى أنه تم تسجيل وفاة امرأة وإصابة أخرى على مستوى الرأس والأطراف بعد إصابتهما بصاعقة رعدية بولاية نابل. كما تم أيضا انتشال جثة كهل جرفته مياه وادي بالولاية المذكورة إثر محاولته عبور مجرى مائي على متن دراجته النارية. وشهدت عدة مناطق من البلاد تساقط كميات هامة من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية، ساهمت في ارتفاع منسوب السيول والأودية، مما دفع الحماية المدنية إلى دعوة المواطنين إلى عدم المجازفة بالخروج من المنازل أثناء التقلبات الرعدية وعدم عبور مجاري المياه والسيول التي تتشكل بعد نزول الأمطار.